لو احنا جبنا بيض من البقالة وحاولنا ان احنا نخليه يفقس ويطلع كتكوت، هل ده هينفع ولا لا؟ فيا ترى بقى ده هيطلع كتاكيت ولا لا؟ بس انا عن نفسي هقول ما بين الاه واللا، لان قبل كده حد جرب وطلع، فخلينا نشوف ونجرب. انا متحمس قوي للنتيجه، بس من رابع المستحيلات ان هو يطلع، يعني انا عندي احساس ان هو مش هيطلع لان هو مش مخصب. بس قبل كده شفت عربيات ماشيه في الشارع بسبب درجه الحراره العربيه طلعت كتاكيت. فتعالوا نشوف فعلا هيطلع كتاكيت ولا لا، وانا كنت نفسي اجرب التجربه دي قوي قوي، فانتوا اللي شجعتوني ان انا اجربها. يلا بينا نجرب. طبعا عده الفقاسه كلها موجوده، استنى هقول لكم ايه هي. طبعا اول حاجه كرتونه، اي كرتونه، ولازم بقى وحده اضاءه، وعلبه عشان نحط فيها ميه، ولازم ترمومتر وهزره في اخر الفيديو. طبعا هنقفل الجزئيه دي كلها بالسلوتيب. يلا نقفلها. السلوتيب كله دخل على بعض فمش عارف منين بدايه ومنين النهايه. هفتحه واجي. مشكله بجد السلوتيب ده. ثانيه هجيلكوا تاني. بقول لكم ايه، انا هقفل الكرتونه دي واجيلكوا لان الموضوع مع السلوتيب ده مستفز. يلا سلام. وبكده قفلتها كويس بحيث مفيش هوا يخش. هنحط العلبه في ارضيه الكرتونه ونعلم بقى فوق العلبه بحبه بسيطه كده عشان ندخل اللمبه. لازم تكون فوق العلبه بحبه بسيطه قوي. وبعد ما خرمنا الخرم هنجيب بقى الزاويه دي اهو، هنقيس دلوقتي اهو. وبس كده دخلتها جوه العلبه اللمبه. ولازم تكون العلبه صغيره عشان تسيبوا مساحه للبيض، ولازم تسيبوا مسافه ما بين العلبه واللمبه، لازم عشان في بخار بيطلع من الميه ما يخبطش في اللمبه. وبكده بقى الكرتونه جاهزه معانا بنسبه 90%. ناقص بقى تحط البيض وتحط الميه ويبقى معاك ترمومتر. يلا بينا بقى نحط البيض لاني بجد متحمس يلا بينا بقى نحط البيض لاني بجد متحمس قوي، والله متحمس ان يطلع كتاكيت. لو طلع كتاكيت يبقى حاجه جامده، انا هتصدم. الا لو طلع كتاكيت بجد حاجه جامده جدا. يلا نحط البيض. وطبعا بعد ما رصيت البيض لازم تعلمه، لان العلامه دي مهمه جدا عشان لما تيجي تقلب البيض ما تتلخبطش ما بين البيضه اللي اتقلبت واللي ما اتقلبتش. في ناس بتحب تحط ارقام وفي ناس بتحب تحط علامات زي ما انا حطيت كده. واحلى حاجه الصراحه في الموضوع ده التواريخ، لازم تحط تاريخ عليها، بس انا ما حطيتش، انا حطيته على التليفون. ولو انت عايز تحط تاريخ الصراحه يبقى افضل لك انك تحط على البيضه التاريخ. وبكده بقى خلصنا رصه البيض، وطبعا بقى لازم تفضي له مكان كده وتحطه فيه. يلا بينا نعمل الخطوه دي. بجد انا متحمس قوي للموضوع، انا مبسوط. يا رب التجربه تنجح. اول حاجه هنجرب اللمبه بقى نشوفها شغاله ولا لا. الحمد لله شغاله. طبعا نسينا حاجه مهمه، ان احنا نملى الميه قبل ما نولع اللمبه. يلا نملاها. اوعى حد ينسى الميه دي عامل اساسي في التفقيس بجد، يعني مهمه جدا اكتر من البيض نفسه. ونحطها تحت اللمبه ونسيب مسافه. هعلم لكم على الكلمه دي، نسيب مسافه عشان ما يحصلش مشكله لا قدر الله. وبصوا المنظر كده بصراحه تحفه بيرفكت، مفيش ولا غلطه. طبعا بقى اقول لكم على كذا حاجه مهمه، زي طبعا لازم ترمومتر، وتكون درجه الحراره ما بين 37 38، ما تزيدش اكتر من 39 دي. ولو زادت درجه الحراره هقول لكم تعملوا ايه. هي كده بقى حاجه بص عليها، شوفوا 37 او 38، لو 40 لا. تعالوا بقى نعمل فتحات تهويه عشان الجو حر. فتحات التهويه دي مهمه جدا عشان لو درجه الحراره بقت عاليه تقدر تتسرب من الفتحات دي وتبقى الجو بالنسبه لهم عادي، عشان كمان بخار الميه اللي بيطلع ما يبوظش الكرتونه. وبكده بقى الفقاسه بقت جاهزه الحمد لله. قفلت عليها وجيت اطمن بقى على الترمومتر، لقيت درجه الحراره مظبوطه جدا جدا فوق ما تتخيل. وده اللي انا محتاجه كله، ما تكونش درجه الحراره عاليه قوي ولا منخفضه قوي، تكون بين الوسط اللي هو 37 38. طبعا اول 3 ايام ما بنجيش جنبهم خالص عشان تثبيت الجنين، وده بقى اليوم الثالث قلت بقى اقلبهم. ولازم تقلبهم مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل بس. ومش كل شويه تمسكهم ولا تقعد تكشف عليهم كل شويه، بس تبقى مراقب درجه الحراره. طبعا انا جربت التجربه دي ببيت حقيقي مخصب وطلع معايا والتجربه نجحت، فيا رب التجربه دي تنجح. لقيت بيضه مكسوره ومنقره، معرفش ازاي حصل كده، بس يلا عادي اكني حاجه ما حصلتش. ونكمل تقليب البيض لان ده اليوم الرابع. طبعا احنا عند اليوم الثامن بنكشف عليهم، بنشوفهم بقى فيهم جنين ولا لا. وزي ما قلت لكم افتكروا، اول 3 ايام ما بنجيش جنبيهم، واخر 3 ايام من الفأس ما بنجيش جنبيهم. وطبعا عشان في بيضه مكسوره كانت ريحه الكرتونه مش ألذ حاجه، فقلت بقى ان انا اشيلها خالص.
فعلا كان ريحتها مغير شويه، فقلت بقى ان انا ارميها عشان دي مش هتنفع خالص. اكتر حاجه متحمس لها دلوقتي ان انا بقى هجيب الكشاف واكشف عليهم، يا رب يا رب يكون فيهم كتكوت. طبعا بقى هنقفل النور ومش هنحتاج الا كشاف واحد بس عشان نكشف على البيض. بينا بقى نشوف البيض مخصب ولا لا. بجد اكتر حاجه متحمس لها، لازم بقى تضلم الدنيا كلها تبقى كحل كده، ويلا بينا بقى نبتدي مرحله الكشف ونجيب البيضه بقى ونقربها على الكشاف قوي. ايه ده؟ ليه كده؟ ليه؟ مع اني عملت كل اللي عليا وعملت كل المطلوب. اول واحده كده ما فيهاش حاجه، يلا نبص على التانية بقى عشان نطمن نشوف هل التجربه دي نجحت برضو ولا لا. اكيد في حاجه نجحت. وبرضو البيضه دي ما كانش فيها حاجه، وعمال اقلبها يمين شمال فوق تحت عشان اشوف اي حاجه، ما طلعش فيها اي حاجه. نيأس؟ نو واي. نبص على التالتة بقى ونشوفها برضو فيها ولا لا. برضو ما كانش فيها حاجه، ما كانش فيها حاجه خالص. يا خساره مجهودك يا مصطفى، يا خساره ال10 جنيه بتاعت البيضه ولا ال6 جنيه بتاعت البيضه يا مصطفى. مع انكم قلتوا لي ان هي هتنجح وما نجحتش اهي يا جماعه، ويا رب بقى ما حدش يطلب مني حاجه تاني. وكشفت على كل البيض وما طلعش فيه غير خيبتي. وطبعا تجربه البيض فشلت، وكويس انا جربت التجربه دي، لان في ناس كتير قوي بتسالني السؤال ده، بتقول لي هل بيض البقاله بيطلع كتاكيت؟ وده بقى كان الرد، ما طلعش كتاكيت ولا حاجه، والحمد لله. انا ما كترتش بيض، اديني جربت، ومش عارف بقى البيض ده كده ينفع يتاكل ولا مش هينفع يتاكل، بس مش هناكله اكيد. كلكم هتسالوني هتعمل ايه بالبيض ده يا مصطفى؟ هترميه؟ لا طبعا، انا هسلقه وانزله للقطط والكلاب في الشارع. يلا سلام.